اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرزنا اليوم، عملنا معكم القاس والفاصوليا الخضراء وجهزناها وحطيناها بأكياس للتفريز. تابعونا للآخر إن شاء الله وتشوفوا كل الخطوات اللي عملناها. بسم الله وعلى بركة الله. بدنا اليوم نفرز الفاصوليا. بعد ما خلصنا كل الكمية هاي بنعروقها نفرمها هيك بهذا الشكل، نقسمها من النص نعملها هيك. خلصنا فرن الفاصوليا بهذا الشكل. هلا بدنا نغسلهم كمان مرة، بعدين نغلي مي على النار، نحطها على الغاز، نحط لها ملح وسكر ونسقطها فيها غلوة ونقيمها عشان تضلها لونها خضراء، وعلشان لما تيجي نطبخها تستوي بسرعة. بنحط معلقة سكر، معلقة ملح. هلا بس تغلي مظبوط المي بنسقط الفاصوليا. بس تغلي غلوة واحدة بنطفي عليها النار، بنصفيها من المي السخنة ونتركها تبرد وبنفرزها. هيك المي غليات. هلا بنسقط فيها الفاصوليا، حاطينها بمصفاية عشان تصفي ميتها. هلا بس تغلي غلوة بنطفي عليها، بنرجع بنصفيها. دائما بسلق اي اشي بدكم اياه تفرزوه زي هيك، بازيل، جزر، فول اخضر، لازم تغلوا المي وتحطوا لها معلقة سكر ومعلقة نص معلقة ملح، بحافظ على لونها وبتضلها خضرا. اما اذا ما حطيته بتسود، بتغمق لونها، بصير لونها مش حلو. اما هيك لما تيجي تطبخوها كأنها مش مفرزة، كأنها طازة. هيك غلي. هلا بدنا نطفي عليها النار. بقلب غلي، شايفين؟ هيو غلي. هلا بدنا نطفي عليه النار، نتركه شوي، بعدين بدنا نصفيه من ميته هاي السخنة ونحطه بمي باردة، نحط عليه بعدين نفرزه بس نصفيه. هلا بدنا نقشر القلقاس بهذا الشكل. انا لما اجيب قلقاس بحب اجيب الحبة الصغيرة، ما بحب الكبيرة، لأن الكبيرة كتير بتغلب بالتقشير ويابسة بتكون. هذا بكون القلقاس طري، ما بكون يابس. هلا بدنا نجيب فاين تبع المطبخ ونمسحه مسح، ما بدنا نغسله لأنه هذا بده يتفرز ما بنغسل. هلا بنمسحه هيك القلقاس بهاي الطريقة. بنجيب هذا الفاين وبنمسح فيه هيك بهذا الطريقة عشان نقيم كل المواد اللزجة اللي فيه، ولما نيجي نطبخه بنغسله. وهيك ما بتغير لونه ولا بتغير شكله. نجيب كمان محرمة نمسحه كمان مرة، نمسح الحبة كتير منيح. بنحطها هون. قشرنا كل الكمية وهلا بدنا نقطعها معاكم. بنقطعه بهذا الشكل هيك. بهذا الشكل.
بعد ما فرمناهم بهذا الشكل نحط فاين المطبخ على صدر وبنديرهم عليهم، نفردهم هيك، بنجيب فاين بننشف فيهم بهاي الطريقة عشان ما يضل فيهم اشي سوائل، عشان لما نفرزهم يكونوا ناشفين. نقلبهم. هاي بعد ما خلصناهم نشفناهم منيح بدنا نحطهم بأكياس ونفرزهم. بعد ما خلصنا الفاصوليا وحطيناها بالمي الباردة وبردناها، صفيناها من المي السخنة وبردناها، بدنا هلا نعبيها بأكياس، بنعملهم هدول كمان 3 طبقات. كل واحد بيعمل الطبخة حسب أفراد الأسرة اللي عنده. بعد ما خلصنا تفريزهم وظبطناهم حطناهم بأكياس، ان شاء الله بنحطهم بالفريزر هدول لشهر رمضان. اذا الواحد اجى على باله يطبخ طبخة قلقاس بتكون موجودة عنده، طبخة فاصوليا بتكون موجودة عنده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.